السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل مع بعض ترابيزه صغيره او كومودينو من الكرتون. سهله جدا طريقتها وهتبقى ممتازه جدا لللابتوب وللاطفال، او لو احنا حابين نكتب عليها حاجه عشان هي سهله الحركه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه بتاعتنا، وكمان تضغطوا الجرس علشان يوصل لكم الفيديوهات قبل اي حد تاني. هنحتاج 5 قطع كرتون مقاس 50 في 30 سنتي. هناخد 3 منهم ونقص فيهم 4 دواير في الأطراف بالشكل ده. قطعتين الباقيين هنقص في الجنب مستطيل بمقاس 5 في 10 سنتي. هنحتاج كمان قصاص كرتون بعرض 3 سنتي وبأطوال مختلفة. هناخد قطعتين من اللي قصينا فيهم الدواير ونبتدي نلزق عليهم بالشمع قطع الكرتون، وبعد كده ناخد القطعة اللي فيها دواير نلزقها على واحدة منهم، وقطعتين اللي فيهم مستطيل هنلزقهم في بعض ونلزقهم على التانية. هنجيب قطعة الكرتون اللي فيها دواير من كل الأطراف من ورا ومن قدام، ونجيب 3 قطع كرتون، 2 مقاس 27 في 10 والتانية أو التالتة مقاس 37 في 10، ونبتدي نلزقهم بالشكل ده بالشمع. نلزق بالشمع. هنجيب 4 رولات كرتون. الرولات دي بتاعت ورق الفويل بتاع المطبخ على فكرة. هنجيب القطعة اللي فيها مستطيل من الجنب دي ونقلبها، ونيجي في الدوائر دي نحط فيها غرق، وبعد كده هندخل فيها رولات الكرتون ونلزق رولات الكرتون من فوق برضو بالشمع بالشكل ده. هنجيب القطعة التانية اللي احنا لسه لازقين فيها قطع الكرتون من فوق وندخلها فوقها، ونبتدي نلزق برضو بالشمع من فوق ومن جوه ومن كل مكان يعني عشان نثبتها زيادة. هنجيب قطع كرتون بعرض 20 سنتي ونبتدي نقفل بقى ايه كل الفتحات اللي عندنا دي، ونقفل كمان المستطيل اللي فوق اللي احنا عاملينه. نجيب قصاقيس جرايد ونلزقها بالغيرة على القطعة بتاعتنا بالشكل ده. نهائي للقطعة بعد ما زيناها، طبعا كل واحد يزينها بالشكل اللي يريحه. كان ممكن نسيبها رف عادي، بس انا حبيت اعمل فيها درج. لو عايزين تعرفوا نوعية الادراج وطريقتها يعني وكده، ممكن تقوليلي في الكومنتات وانا اعملها لكم. عجبكم وتكون الطريقة سهلة واكون ضيفة خفيفة عليكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك علشان تشجعوني اعمل لكم افكار تانية حلوة كتير، واستنوني الفترة الجاية عشان عندي مفاجآت كتير قوي، واشوفكم الفيديو الجاي.